اخليكي استاذه في عمل الكنافه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معايا على طول كده نص كيلو كنافه، ولازم الكنافه تكون عندك مثلا في الفريزر قبلها بيوم، وتطلعي على طول تفركيها بالشكل ده، او يعني تضربيها في الكبه شويه لحد ما تنعم معاكي بالشكل ده. ابدا احط لهم على طول معلقتين كبار من السكر بودر، وهقلب كله كويس قوي كده. معايا كوبايه سمنه احطها كلها، وهقلب كله بقى. يفضل طبعا بايديكي عشان الكنافه تشرب السمنه كويس قوي. هجيب صينيه مقاس 28، لو عايزاها اعلى كمان يبقى مقاس 26، هتطلع معاكي عاليه شويه يعني تخينه شويه، لكن انا بحب السمك بتاعي ما يبقاش تخين بصراحه، فبحطها في صينيه 28. حطيت على طول معلقتين كبار من السمنه في قلب الصينيه كده من تحت على طول، وابدا ارص الكنافه بالشكل دوت. الفرن طبعا سخن في الوقت دوت، درجه حراره 180. ابدا بس هرص الاول، هاخد ربع الكميه، يعني انا معايا نص كيلو كنافه هحط ربع من تحت وهيبقى ربع من فوق. عايزه اقول لك بقى لو حباها تبقى ساده هتعمليها بالطريقه دي، حباها بالقشطه تمام، حباها تعمليها بالبلح، البلح الطري، حابه تعمليها بالنوتيلا برضو نفس الطريقه دي. ماشي. الاول برص الاول من تحت كده، وكل ما برص طبعا بشوف المكان اللي فاضي ايه وبحط فيه الكنافه، ما يبقاش في حته عاليه وحته واطيه، احنا عايزين كله متساوي بقلب يعني في قلب بعضه كده بالشكل دوت. بضغط بقى الضغطه دي مهمه قوي قوي بالشكل دوت، زي ما انتم شايفين كده، عشان تطلع معايا الكنافه طبعا متساويه. كان عندي كده معلقتين من القشطه، قلت هحط كده لو حابه طبعا تعملي قشطه، انا عامله لكم فيديو قبل كده القشطه الكدابه، بس دول كده يعني ايه مطلوب يعني قطعه بالقشطه، فانا عملت على قد القطعه بالشكل ده كده، والباقي كله هسيبه ساده. تقدري تحطي مكسرات، تقدري تحطي اللي انت حابه تحطيه هتحطيه، وتغطي على طول بقى بقيه الكميه بتاعت الكنافه بالشكل دوت. تمام. يعني في حد طالبها مني طبعا قطعه كده بالقشطه، فانا حبيت اعمله بالقشطه، والباقي عايزه اكلها ساده. انت بقى حطي اللي انت عايزاه، بس انا بديك الفكره طبعا دي انجح طريقه للكنافه بالطريقه ديت. طبعا الخطوات ديت بالظبط هتطلعي احلى صينيه كنافه. هبدا بقى احط بقيه الكميه بتاعه الكنافه بالشكل ده من على وش الصينيه، بضغط براها خالص كده. كمان الكنافه القشطه ديت كانت عندي بايته، فمتماسكه جدا جدا، استحاله هتطلع معاكي بره الصينيه. بضغط بقى بالشكل ده كده، وبساوي كله كده في قلب بعضه زي ما بيقولوا، وضغطه خفيفه خالص كده بساوي من فوق بالشكل ده. وهحط كمان معلقتين من السمنه كبار على وش الصينيه، وادخل على طول في الرف الوسطاني درجه حراره 180. هتستوي وتاخد معاكي لون الذهبي الحلو دوت من فوق، وهتبقى كده معاكي استوت وبقت حلوه قوي قوي. ولا هنقلبها بقى في صينيه تانية ولا اي حاجه خالص، هي كده بصوا بتاخد اللون الحلو دوت كده، خلاص هي استوت معانا. ببدا بقى اقلبها كده على طول، تحطيها بقى في طبق التقديم، تقلبيها على اي حاجه عندك، اي صينيه عندك، بس كانت سخنه جدا جدا. تقدري تسيبيها تهدى كمان شويه عن كده، بس خلاص هي استوت يعني معايا، وبقى لونها حلو قوي بالشكل دوت، مش محتاجه اكتر من كده. عايزه اقول لك بقى مقادير الشربات، اي صينيه كنافه مقاديرها نص كيلو هتاخد معاكي بالظبط الشربات المظبوط معلقه. إيه اللهم صل على النبي، طبعا بوريكم الشربات اهو، ده السمك بتاعه. كوبايتين من السكر، كوبايه ميه، نص ليمونه، رشه فانيليا، ممكن تحطي معلقه عسل كلوكوز كمان، ممكن لا، اختياري. ترفعوهم على النار، بيقعدوا لهم حوالي 6 دقايق 7 دقايق على نار متوسطه، بيبدا يتقل معاكي هتطفي عليه النار على طول، وتسقي الكنافه بتاعتك كده على طول. عندك شويه مكسرات مع الوش حطي، بيبقى حلو جدا جدا. يبقى الشربات المظبوط بتاع الكنافه زي ما بقول لكم، كوبايتين سكر، كوبايه ميه، نفس معيار كوبايه السكر هي الميه متغيرهاش، نص ليمونه، رشه فانيليا، وعلى طول بترفعيهم على النار، بيغلوا 6 دقايق كده، 7 دقايق بالكتير، وتبص تلاقيهم استووا بقوا حلو قوي قوي. بصوا دي بقى القطعه اللي انا عاملاها بالقشطه الكدابه، بصوا عامله ازاي متماسكه وحلوه قوي. تقدري تغطيها كمان شويه تشرب الشربات حلو قوي، وتاكلوها بقى بعد نص ساعه. انا سبتها حوالي ساعه في الشربات بتاعها، وعلى طول بقى بدات اقطعها واقدمها بالشكل دوت. عايزه اقول لك كمان الشربات بيبقى بارد والكنافه سخنه، معلومه مهمه جدا جدا.
اشوفكم بقى في فيديو جديد، والطريقه دي سهله وعلى طريقه اكبر المحلات. والسلام عليكم. يا سيدي يا سيدي، شايفين الجمال؟ هو ده.